موضوع الصورة اللي منتشرة على السوشيال ميديا وقلب الدنيا حرفيا على مواقع التواصل الاجتماعي. محمد رمضان في الساعات اللي فاتت كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي وتعرض لانتقادات كبيرة جدا، ده بعد نشر صورة على مواقع التواصل الاجتماعي مع فتاة وهي بتبوسه في أحد المناسبات. وأول ما الجمهور شاف الصورة الدنيا قامت وما قعدتش على الفنان محمد رمضان. والفنان محمد رمضان بعد ما الدنيا اتقلبت طلع ورد على حسابه الشخصي وقال طلبت تتصور وما اقدرش امنعها وما كنتش اعرف انها كويتية. وبعدين الصورة دي من 6 سنين. وبعد البوست اللي اتكلم فيه الفنان محمد رمضان اتضح ان الفتاة دي منتجة كويتية ومشهورة جدا في دولة الكويت، والصورة دي فعلا من 6 سنين. ومن الواضح انها معجبة جدا بالفنان محمد رمضان، وخصوصا بعد ما عرف ان هي منتجة من دولة الكويت وما قدرش يتكلم او يحرجها. لكن الجمهور اتكلم من وجهة نظره وشايفين ان الصورة فيها جرأة كبيرة جدا من المنتجة الكويتية. وطبعا الفنان محمد رمضان ده مش أول انتقاد يتعرض له على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الجمهور. هو بيعمل أزمات كتير، أولها كان نمبر 1، وآخر أزمة ليه كانت مع الإعلامي عمرو أديب واتغرم بسببها $500,000. وطبعا كانت المشكلة الخاصة بعمرو أديب بسبب إن محمد رمضان طلع بتصوير الدولارات، وبعدين عمرو أديب بدأ يهاجمه ومحمد رمضان رد عليه لحد ما انتهت القصة بتغريم الفنان محمد رمضان $500,000. وقبلها طبعا كانت أزمته الشهيرة جدا مع الطيار أشرف أبو اليسر، والموضوع ده انتشر بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، والجمهور تفاعل مع الطيار أشرف أبو اليسر وانتقدوا الفنان محمد رمضان بشدية كبيرة جدا. وده بسبب إن الفنان محمد رمضان اتسبب في إيقاف الطيار أشرف أبو اليسر بعد نشر صورة من داخل كابينة الطيارة. وطبعا بعد وفاة الطيار الموضوع ده لما بيتفتح بنلاقي هجوم كبير جدا على الفنان محمد رمضان.